السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى إعدادي في كل حتة في مصر من اسكندرية أسوان. معاكم مستر يوسف البدري، والنهارده هنحل على الدرس الثاني اللي هو الأحماض والقلويات. طبعا لازم تكون اتفرجت على الحصة بتاعة الملخص والشرح. بس كده يلا نتابع معايا الشرح. ابتدينا بأول سؤال صح وغلط. بيقول لك يعتبر هيدروكسيد الصوديوم من القلويات. طبعا صح. ليه بقى مستر؟ إن هيدروكسيد الصوديوم اللي هو NaOH، فطالما مجموعة في مجموعة ال OH ده يبقى هو من هيدروكسيد الصوديوم، يبقى كده هو من القلويات. بيقول لي يحتوي حمض البروميك على عنصر الأكسجين. حمض البروميك احنا اتفقنا ان احنا نكتب هنسمي الأحماض كده HBr. تمام. فهل هو في عنصر الأكسجين؟ طبعا غلط. صيغة كيميائية لحمض النيتروز هي HNO3. طبعا غلط. HNO2. يعد حمض المعدة هي من الأحماض الأكسجينية. طبعا غلط. حمض المعدة بيكون HCl، فغلط. تذوب الأحماض في الماء وتعطي أيونات الهيدروجين السالب. طبعا غلط. تعتبر المنظفات من أمثلة الأحماض. طبعا غلط، من أمثلة القلويات. بيقول لي يعتبر حمض الكبريتيك من الأحماض الأكسجينية. طبعا غلط. تحتوي جميع الأحماض على عنصر الأكسجين. طبعا غلط. عشان في أحماض أكسجينية وفي أحماض لا أكسجينية. تنتج القلويات من اتحاد أنيون الهيدروكسيد السالب مع كاتيون موجب للعناصر الفلزية فقط. طبعا غلط. تتكون الأحماض الأكسجينية من ارتباط كاتيون الهيدروجين مع مجموعة ذرية سالبة. طبعا صح. السؤال اللي بعده، يسمى الحمض الذي يحتوي على أنيون صيغته SO3 -2 بحمض الكبريتيك. طبعا غلط. فوق تبقى SO4. الصيغة NO2 -1 تعبر عن الرمز الكيميائي للمجموعة. طبعا النيتريت. طيب النيترات دي اللي هي NO3. يساعد حمض نقط على هضم الطعام داخل المعدة. طبعا حمض الهيدروكلوريك اللي هو HCl. جميع الأحماض التالية لا تحتوي على حمض الأكسجين ما عدا حمض النيتروز. يمكن أن يتكون حمض أكسجيني نتيجة ارتباط كاتيون الهيدروجين بمجموعة ذرية سالبة. يتشابه أيون الكبريتات مع أيون الفوسفات في عدد ذرات الأكسجين. طبعا BO4 و SO4. فاهمين؟ حل بالقلم الأحمر أحسن. يتكون حمض أكسجيني عند ارتباط كاتيون الهيدروجين الموجب مع أنيون. طبعا مع أنيون الفوسفات. خلينا في التاني. أقل عدد من العناصر التي تشارك في الأحماض. طبعا 2. جميع ما يلي يصف الأحماض الأكسجينية ما عدا د. تذوب نقط في الماء وتعطي أيونات الهيدروكسيد السالبة. طبعا القلويات. عند ذوبان الأحماض في الماء فإنها تعطي أيونات H موجب. الشحنة الكلية لجزيء أي مركب تساوي 0. كل مما يلي من القلويات ما عدا طبعا عصير الليمون. ليه بقى عصير الليمون يا مستر؟ لأن هو من الأحماض.
بعد كده بدأ لي بسؤال 13 بيقول لي من الأحماض التي لا تحتوي على أكسجين. طبعا أحماض حمض رقم ج. أقول لكم إزاي؟ طبعا ده مش عليكم أو انتوا لسه ما خدتوش، بس أنا هقول لكم إزاي. حمض الكبريتيك فيه أكسجين، إن هو المجموعة الأيونية بتاعته بيكون SO4. طب النيتريك NO3. طيب الفوسفوريك BO4. ماشي، فطبعا ده هي اللي مش موجوده. تبدا الصيغه الجزيئيه لحمض النيتروز بكاتيون H موجب. يتساوى عدد العناصر مع عدد الذرات في انيون، طبعا في انيون الهيدروكسيد. اذا كان انيون داخل في تركيب الحمض يسمى هيبوكلوريت، فإن الحمض الذي يسمى طبعا بحمض الهيبوكلوروز. ليه راح اتفرج على الحصة. الصيغة الكيميائية للحمض الذي تفرزه المعدة طبعا HCl، وخدناه في الحصة. عدد العناصر في جزيء الكبريتيك طبعا 3، اللي هو HSO4. طبعا عدد العناصر هنا 3. أي مما يلي يمثل الصيغة الجزيئية لقلوي يحتوي على كاتيون Mg بوزيتيف 2. طبعا ده. طب ازاي يا مستر؟ شايفين دي؟ الاتنين دي يا مستر تكافؤ ده، فده هيبقى عليه موجب 2 من فوق، واتفقنا على كده في حصة الشرح. يعني كده يا باشا على الصفحة اللي بعديها. ثاني أكسيد النيتروجين من الأكاسيد الحامضية طبعا صح. الصيغة الكيميائية لحمض الكبريتوز H2SO4 طبعا غلط، الكبريتوز SO3. يزداد لا، أو هو حمض الكبريتيك أصلا. دي الغلط. يزداد تأثير الأمطار الحمضية في المدن الصناعية طبعا صح. تعد أيونات الهيدروجين المسؤولة عن توصيل الكهرباء في الأحماض طبعا صح. يعتبر هيدروكسيد الألمنيوم من القلويات الضعيفة طبعا صح. تتفاعل الأحماض مع بعضها البعض ويتكون ملح ومية طبعا غلط، حمض وقاعدة ملح ومية، حمض وقاعدة ملح ومية. يوصل هيدروكسيد الألمنيوم التيار الكهربي بصورة أكبر من هيدروكسيد الصوديوم طبعا غلط. ليه يا مستر؟ احنا قلنا ان هيدروكسيد الصوديوم ده من القلويات القوية، اما هيدروكسيد الألمنيوم ده من القلويات الضعيفة. من الأكاسيد القاعدية طبعا الجير الحي. تساعد الأمطار الحامضية على زيادة تآكل الصخور. عند ارتباط أيون الألمنيوم الموجب مع أيون الهيدروكسيد ينتج عنه مركب يزرق دوار الشمس. طب ازاي يا مستر ان هو بيكون قاعدة؟ عند ذوبان أكسيد الكالسيوم في الماء ووضع شريط دوار الشمس في محلول يتحول لونه إلى اللون الأزرق. كل مما يلي من المحاليل الضعيفة التوصيل للكهرباء ما عدا حمض الخليك، حمض النيتروز، حمض الكبريتيك، حمض الهيدروكسيد هيدروكسيد الصوديوم قصدي. طبعا هو حمض الكبريتيك، ان باقي الاحماض دي ضعيفة. العنصر X يكون الأكسيد XO الذي يتفاعل مع الأحماض. أي مما يلي يعبر عن كل من العنصر X والأكسيد XO. طبعا هي هتكون دي. ولو مش عارف روح اتفرج على حصة الشرح، أهم حاجة. يمكن التميز بين الحمض والقلوي
بايه بقى؟ بشريط دوار الشمس. احنا اتفقنا في الشرح ساعه لما هو الولد راح المعمل وقال لك ان هو الدكتور قال له ان هو يقسم القواعد لوحديها والمواد التانية لوحديها اللي هي الاحماض. من الاحماض الضعيفه طبعا حمض الخليك والباقي كله قوي. عند التفاعل الفلز مع الاكسجين يتكون اكسيد قاعدي. كل مما يلي من الاكاسيد القاعديه ما عدا طبعا SO3. كل مما يلي من الاكاسيد القاعديه ما عدا طبعا هيكون تاني دي. يتكون الاكسيد القاعدي من ارتباط فلز واكسجين، لا فلز واكسجين، فلز وثاني اكسيد الكربون، ملح واكسجين. طبعا هتكون فلز مع اكسجين. من الايونات التي تزيد نسبته ما الايون التي تزيد نسبته في المحلول عند اذابه اي اكسيد حامضي في الماء. طبعا هيكون اللي هو الاتش الموجب. كل مما يلي من نواتج احتراق الوقود في الحفريات ما عدا طبعا هيكون ده الاكسجين. اي مما يلي يعبر عن خواص هيدروكسيد الصوديوم الصلب. طبعا هيكون الف. يذوب في الماء ويتفاعل مع حمض HCl. من الاحماض القويه طبعا هيكون حمض الكبريتيك H2SO4. بينما حمض الخليك تعرف الاكاسيد الفلزيه بالاكاسيد القاعديه، بينما تعرف الاكاسيد اللافلزيه بالاكاسيد الحامضيه. تتكون الاكاسيد الحامضيه مثل NO2 و SO2 عند احتراق الوقود الحفري. يعد نقط من الاحماض جيده التوصيل للكهرباء. طبعا ايه الاحماض دي يا مستر؟ احنا قلنا الاحماض القويه زي ايه مثلا يا مستر؟ قلنا زي H2SO4 اللي هو حمض الكبريتيك. بينما من الاحماض الضعيفه بينما نقط من الاحماض ضعيفه التوصيل للكهرباء طبعا هيكون حمض الخليك. الحمض نقط شريط دوار الشمس الازرق، طبعا بيحمر دوار الشمس الازرق. بينما القلويات نقط شريط دوار الاحمر، طبعا هيزرقوا. تفاعل الاحماض مع القلويات لتكوين نقط ونقط. طبعا هيكون حمض وقاعده ملح وميه. خليك حافظها لغايه لما تتخرج. حمض وقاعده ملح وميه، حمض وقاعده ملح وميه، حمض وقاعده ملح وميه. من الاضرار الامطار الحامضيه تدمير، طبعا كنا شرحنا في اخر حته كده في الدرس، تدمير الغابات بقى وتاكل الاحجار المباني. اكسيد المغنيسيوم MgO من الاكاسيد القاعديه. بينما ثاني اكسيد الكبريت من الاكاسيد الحامضيه. الكاتيون مسؤول عن خواص الاحماض طبعا الهيدروجين. بس لازم يكون في مكتوب في ايه موجب كده من فوق. امطار تنتج من تفاعل، طبعا الامطار من غير ما اكمل الصوره الامطار الحامضيه. اكاسيد لا فلزيه تذوب في الماء مكونه احماض، طبعا اكاسيد حامضيه. اكاسيد لا فلزيه تذوب في الماء مكونه احماض، طبعا اكاسيد الحامضيه. المحاليل الناتجه من ذوبان الاكاسيد القاعديه في الماء، طبعا القلويات. مركبات تحمر، طالما قال لك تحمر ورقه دوار الشمس يبقى ايه هي؟ اللي هي الاحماض. بينما تزرق ورقه عباد الشمس فاللي هي هتكون القلويات. الانيون المسؤول عن جميع خواص القلويات طبعا HOH اللي هو الهيدروكسيد السالب. اكاسيد الفلزات
أكاسيد فلزية يذوب بعضها في الماء مكونة قلويات، طبعا أكاسيد قاعدية. مركبات تنتج من ارتباط الأكسجين بعنصر فلزي أو لا فلزي، طبعا الأكاسيد. وبكده نشوفكم في درس جديد إن شاء الله. لازم تكون اتفرجت على حصة الشرح وحصة الحل والملخص عشان تكون كده تميت الدرس كامل. ان كده طلاب البدري بجد غير اي حد، ومستنيكم تكلموني بقى لو في اي سؤال. مع السلامة.